السلام عليكم. اليوم باش نقطعوا بالمتأهلين من نصف نهائي كأس العالم في 26. 4 فرق مدججة بالنجوم، و4 فرق سبق وأن فازت بالذهب كأس العالم. الأسود الثلاثة حققها عام 66 المنتخب الأرجنتيني بطل النسخة السابقة 2022، وقبلها 86 و78. المعتدل الإسباني حقق 2010 مع دون نيستا، والمنتخب الفرنسي اللي حقق عام 98 و2018. قبل أن نبدأ لا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك وتشجيعنا في الكومنتس. ليتس جو. نبدأ بالمباراة الأولى، الأسود الثلاثة ضد التانغو الأرجنتين. مباراة باش تكون حرب وطيس في الميدان، خاطر المنتخب الإنجليزي صحيح يتميز من ناحية الكواليتي نتاع اللاعبين نتاعو، لكن المنتخب الأرجنتيني الجرينتا والروح القتالية في الميدان. باش تكون مباراة صعب القطع فيها أو البت بالنتيجة نتاعها، خاطر المنتخب الإنجليزي واجه مشوار صعب ونجا بأعجوبة من فخ النرويج إيرلينغ هالاند. مباراة امتدت حتى الأشواط الإضافية، وبالموت الأحمر الزؤام مر المنتخب الإنجليزي إلى نصف النهائي أمام منتخب أرجنتيني نجم نقولوا إنه المسار تاعو كان مفروش بالورود. مباراة صعيبة. صحيح المنتخب الأرجنتيني نجا في كذا مرة من المنتخب الرأس الأخضر في الأشواط الإضافية، منتخب مصر في الثواني الأخيرة، والمنتخب السويسري في الأشواط الإضافية. أمام منتخب إنجليزي الحقيقة الهدافين تاعو هاري كين وجود بيلينغهام اللي كلاهما عنده 6 أهداف، أرقام ممتازة جدا. كواليتي تاع اللاعبين والخبرة والمعنويات اللي هزهلهم توماس توخيل، نظن انها مش تكون دافع ايجابي وتخلي المنتخب الانجليزي يمر الى نهائي كأس العالم 2026. ننتقل الى المباراة الثانية، المنتخب الفرنسي الديوك ضد الماتادور الإسباني. مش تكون حرب والجميع مش ينتظرها على أحر من الجمر. مباراة تجمع بين هجوم فتاك بالمرة، هجوم يجمع بين أقوى نجوم العالم، البالون دور ديمبيلي، هداف كأس العالم كيليان مبابي، وأفضل صانع ألعاب مايكل أوليسي. خط دفاع يرفع له القبعة أمام تنظيم تكتيكي غير عادي من المنتخب الإسباني. لويس دي لافوينتي حط بصمته في المنتخب الإسباني وخلاه يتميز بتكتيك على المنتخبات الأخرى. المنتخب المنتخب الفرنسي اللي هو هداف كأس العالم ضد أقل منتخب نال أهداف، اللي هو المنتخب الإسباني بهدف واحد كما قلنا ضد بلجيكا. ثم إحصائية عجيبة، المنتخب الفرنسي قائده كيليان مبابي لم يخسر أي مباراة في الأدوار الإقصائية. 2018 توج بالبطولة، و2022 صعب باش تقول